لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. النهاردة هنحكي عن قصة أسرة عادية ولكن مع صديق خيالي هيغير حياتهم بالكامل. فيلمنا بيبدأ مع أسرة مكونة من 3 أفراد: كيفن ومراته بيس وابنهم الوحيد جوش، واللي بيكونوا عايشين حياة طبيعية زيهم زي أي أسرة. ولكننا بنلاحظ إن جوش وهو في المدرسة بيكون منعزل عن باقي زمايله اللي في الفصل، وكان دايما بيتجنب الاختلاط بيهم. وفي يوم كيفن وبيس لاحظوا إن ابنهم جوش عمال يتكلم مع شخص غير مرئي، ولما سألوه هو بيتكلم مع مين، جوش قال لهم إن ده صديقه الخيالي ذات. وساعتها أبوه وأمه أخدوا الموضوع بهزار، لأن أي طفل في سن جوش بيكون عنده تخيلات غريبة. وتاني يوم لما بيس وصلت ابنها للمدرسة ورجعت للبيت، حست إن في حاجة بتراقبها من أوضة جوش اللي كانت ضلمة. ولما بيس بتروح تشغل نور الأوضة، بتكتشف إنها مجرد لعبة. وبعد شوية بتيجي مكالمة لبيس من مدرسة جوش، وبيطلبوا منها إنها تيجي حالا. وبالفعل بيس بتروح للمدرسة، والمعلمة بتبدأ تحكي لها عن سلوك جوش الغريب، بداية من انعزاله عن أصحابه وعدم تركيزه في الدرس، وصولا لمشاكل كتير وتصرفات صعبة مع زمايله. وأول ما بيس بتسمع الكلام ده بتتصدم، وبتتصدم أكتر لما المعلمة بتعرفها إن المدرسة أخدت قرار بفصل جوش لمدة شهر. ولما بيس بتبلغ جوزها كيفن باللي حصل، بيقرروا هما الاتنين إنهم يودوا جوش لصديقهم الدكتور النفسي سيجر، واللي أول ما بيشوف جوش بيعرفهم إن حالته طبيعية جدا، ولكنه بيطلب منهم إنهم يقضوا وقت أطول معاه علشان ما يحسش بالوحدة. ولما الأسرة كانوا على وشك إنهم يمشوا، فجأة بنلاحظ تعبيرات الدكتور سيجر وهي بتتغير وبيحس بالقلق أول ما بيسمع جوش وهو بينده على صديقه الخيالي وبيعرف إن اسمه زت. وتاني يوم بيس بتاخد ابنها جوش لنادي الأطفال علشان يلعب شوية، وبيس كانت فرحانة جدا وهي شايفة ابنها سعيد وهو بيجرب الألعاب المختلفة. ولكن فجأة بيس بتحس بالقلق أول ما بتشوف شخصية غريبة بتلعب مع ابنها. ولما بيرجعوا للبيت، بيس بتحكي لكيفن عن الشخصية الغريبة اللي شافتها في النادي، وبتكون متأكدة إن ده هو زت اللي ابنهم حكى عنه. ولكن كيفن مش بيقتنع بكلامها، وبيقول لها إن زت مش حقيقي. وتاني يوم بيس بتصحى على خبر مؤلم: أختها الصغيرة جينا بتتصل بيها وبتعرفها إن أمهم ماتت. فبيس بتروح لبيت أمها بسرعة، وبتكون في قمة الحزن هي وأختها جينا على فراق أمهم. وأثناء ما بيس كانت بتتمشى في بيت أمها، بتسمع أصوات غريبة خارجة من القبر. ولما بتنزل لهناك، بتلاحظ إن الصوت جاي من لعبة حروف قديمة عمالة بتردد حرف زد. والغريبة إن اللعبة بتبطل تشتغل أول ما بيس بتمسكها. وعلشان بيس تركز في ترتيب جنازة أمها، بتودي ابنها جوش عند واحدة جارتها اسمها جورجينا علشان يقعد معاها. ولما جوش بيسأل جورجينا عن مكان ابنها دانيال علشان يلعب معاه، جورجينا بتعرفه إن دانيال نايم فوق. وأثناء ما بيس كانت بتتكلم مع جورجينا، فجأة بتحصل حاجة غير متوقعة: جوش بيتسبب في حادث خطير لدانيال. ووقتها بيس وجورجينا بيروحوا له بسرعة علشان يساعدوه. ولحسن الحظ دانيال كان لسه عايش، ولكن بسبب اللي جوش عمله، جورجينا بتقول لبيس إنها مش عايزة تعرفها تاني، وبتطردها هي وابنها من البيت. ولأن بيس بدأت تخاف من تصرفات جوش، بقيت تحطله أدوية مهدئة بدون استشارة الطبيب، على أمل إن ده يساعدها في السيطرة على ابنها. وتاني يوم لما بيس بتدخل على ابنها في الأوضة بتاعته، بتلاقيه راسم على الحيطة رسمة كبيرة لكائن غريب، وجوش بيعرفها إن الكائن ده هو زت. فبيس بتستغرب جدا. ولما بيس بتروح لبيت أمها هي وأختها جينا علشان ياخدوا مستلزماتهم من هناك،
بيس بتلاقي صندوق موجود فيه شرايط فيديو قديمة، وبيكون فيه شريط ما بينهم لعيد ميلاد أختها جينا. ولما بيس بدأت تشغله، اتصدمت لما شافت نفسها وهي طفلة صغيرة وبتلعب مع صديق خيالي اسمه زت برضه. ووقتها بيس خافت جدا، لأنها أدركت إن علاقة جوش بزت مش حاجة تافهة، ولكن دي حاجة مرتبطة بطفولتها. وساعتها بيس قررت إنها تحرق الشريط وما تحكيش لجوزها كيفن عن الموضوع ده. وتاني يوم كيفن بيدخل لأوضة جوش وبيدهن الحيطة اللي عليها الرسمة. وفي الوقت ده بيس بتروح تحط الأدوية المهدئة في أكل جوش علشان تخليه هادي، ولكن الأدوية دي بدأت تأثر بالسلب على صحة جوش، وحالته الصحية بتتدهور جدا. ولما كيفن بيكتشف إن مراته كانت بتحط أدوية مهدئة لابنهم بدون ما تعرفه، بيفضل يزعق في بيس وبتحصل خناقة كبيرة ما بينهم. وفي الليل بيس بتسمع صوت اللعبة اللي جابتها من بيت أمها، وهي بتردد حرف زت مرة تانية. والأغرب من كده إنه بيتكتب على اللعبة كلمة تخيلي زت. ولما بيس بتدخل الحمام علشان تاخد شاور، وبتفضل تفكر في زت وبتتخيله، فجأة زت بيظهر قدامها بشكله الطبيعي. فبيس بتترعب وبتفضل تصرخ. ولحسن الحظ كيفن بيسمعها وبيروح لها بسرعة، وبعد ما بيخرجها من الحمام وبيفضل يهديها، بيس بتكشف له إن زت كان صديقها الخيالي هي كمان لما كانت طفلة. ولكن حتى بعد ما كيفن سمع الكلام ده، ما كانش مصدق إن زت حقيقي برضه. ولأن بيس كانت محتاجة حد يفهمها إيه اللي بيحصل لها، بتقرر إنها تروح للدكتور سيجر في مكتبه، واللي بيصدمها وبيقول لها إن زت كان بيزورها هي كمان لما كانت طفلة صغيرة، وبيوريها الملف بتاعها اللي عنده، وبيعرفها إن أبوها وأمها جابوها هنا علشان يعالجها زمان. وبيفرجها على تسجيل قديم ليها وهي قاعدة قدامه، وبتقول إنها عايزة تفضل مع زت للأبد. والدكتور سيجر بيعتقد إن زت بيستخدم جوش دلوقتي كوسيلة علشان يرجع يتواصل مع بيس مرة تانية. وفي الوقت ده وأثناء ما كيفن كان موجود في البيت، بيشوف رسمة زت موجودة على الحيطة اللي في أوضة جوش مرة تانية، ومش بيكون فاهم إزاي ده حصل وهو مسحها قبل كده. وفجأة لعبة الحروف بتبدأ تشتغل لوحدها وبتفضل تردد حرف زت، ولكن اللعبة بتبطل تشتغل أول ما كيفن بيمسكها. وأثناء ما كيفن كان خارج من الأوضة، فجأة زت بيخرج من الرسمة وبيهجم على كيفن. ولما بيس بتوصل لبيتها، بتلاحظ إن النار ماسكة فيه من كل اتجاه، فبتروح تدخل جوه البيت بسرعة، وبتتصدم لما بتلاقي جوزها كيفن فقد حياته. ولما بتفضل تدور على ابنها جوش، بتلاقيه واقف قدام أوضة تانية وهو خايف. وقبل ما تروح تنقذه، زت بيسحبه لداخل الأوضة وبيقفل الباب. فبيس بتنهار وبتفضل تبكي، ومن شدة يأسها بتوعد زت إنها هتكرس حياتها بالكامل ليه، مقابل إنه يسمح لها تخرج مع ابنها من البيت اللي بيتحرق ده. ووقتها زت بينفذ كلامها، وبيس بتاخد ابنها وبيهربوا من البيت بسرعة. وتاني يوم بيس بتروح لبيت أختها جينا وبتسيب جوش معاها. وبعدها بيس بتروح لبيت أمها المتوفية علشان تسلم نفسها لزت زي ما وعدته. وبالفعل بيس بتقضي وقتها كله في اللعب مع زت، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيسترجعوا ذكريات الطفولة. وفي يوم الدكتور سيجر بيروح يزور بيس في بيت أمها المتوفية، وكان خايف عليها جدا لما شاف الحالة الصعبة اللي هي فيها. وكان بيحاول يقنعها إنها تتحدى ذات، لأنه مهما كان هو مجرد روح استغل ضعفها علشان يسيطر عليها. ولكن بيس مهتمتش لكلامه، وطلبت منه يمشي أول ما لمحت ذات واقف وراه. وبعد ما الدكتور بيمشي، بيس بتسد كل الأبواب والشبابيك بألواح خشبية،
لإنها مش عايزة أي شخص تاني يتأذي من زت بسببها، وبتعزل نفسها عن العالم الخارجي تمامًا. وفي الليل لما بيس كانت مريحة على السرير، بتفضل تتفرج على صور أسرتها اللي على الموبايل بتاعها. وتاني يوم الصبح لما بيس بتصحى من النوم، بتلاقي الموبايل بتاعها متكسر، وساعتها بتعرف إن زت هو اللي عمل كده، لأن معجبوش فكرة إن بيس لسه بتفكر في أسرتها. وفي يوم زت طلب من بيس إنها تلبس فستان أبيض لأنهم هيتجوزوا من بعض. وبالفعل بيس بتنفذ كلامه، وبيعملوا مراسم جواز في البيت. وفي مرة لما بيس اتصلت بجينا من تليفون البيت علشان تطمن على ابنها جوش، وزت بيكتشف ده، بيتضايق جدا وبيروح يدور على جوش علشان يخلص عليه. ولما بيس حست بغضب زت، طلبت من أختها إنها تمشي من البيت حالا هي وجوش، لأن زت في طريقه ليهم. ولكن للأسف الوقت كان فات، وجينا لاحظت إن جوش اختفى من البيت ومش موجود في أي مكان. ولما خرجت تدور عليه بره البيت، اكتشفت إنه في مكان شديد الخطورة، وحياته كانت مهددة في أي لحظة. ومع إن جينا فضلت تنده عليه علشان تبعده عن المكان ده، إلا إن جوش ما كانش بيستجيب لأي صوت. وفي الوقت ده بيس كانت سامعة كل حاجة من التليفون. وبعد ما عرفت إن ابنها في خطر شديد، قررت إنها تضحي، حتى لو كانت تمن حياتها، لأن دي الطريقة الوحيدة علشان توقف زت وتنقذ ابنها. وبالفعل قرارها بيطلع صح، لأن بعد ما بيس ضحت بنفسها، جوش اتحرر من تأثير زبط وبعد عن المكان الخطير في اللحظة الأخيرة. وفي الوقت ده لما الدكتور سيجر بيستدعي الشرطة وبيروحوا البيس في البيت، بيلاقوا بيس فاقدة الوعي. ولكن لحسن الحظ، بيس بيكون لسه فيها نفس، والشرطة بتقدر تنقذها في آخر لحظة. ولكن الصدمة النفسية اللي مرت بيها بيس أثرت على حياتها، وبقيت مش بتتكلم خالص ومنعزلة تماما عن العالم الخارجي. وفي الوقت ده بنشوف جوش وهو مريح على سريره وبيقول لشخص غير مرئي تصبح على خير. وساعتها بنعرف إن خطر زت لسه موجود، وإن تأثيره على حياة الأسرة منتهاش، وده بسبب إن بيس لسه عايشة. تنويه مهم: الفيلم ده بيناقش اضطرابات نفسية في إطار خيالي، وأي إيذاء للنفس مرفوض تماما في الواقع. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.